اهلا بيكم يا شباب في فيديو جديد وحلقه جديده معانا النهارده مع الاعتراف في المانيا، وهنشوف باذن الله اولها ازاي ادور على الجامعه بتاعتي هنا في المانيا اذا كان معترف بيها ولا لا. الجامعه هنا معناها الجامعه اللي انت درستها في بلدك، بمعنى انا مثلا درست في جامعه القاهره في مصر بكالوريوس في الهندسه، هل بكالوريوس الهندسه بتاعي ده معترف بيه في المانيا ولا لا؟ لو انا درست في جامعه خاصه او معهد خاص في مصر، هل المعهد الخاص ده معترف بيه في المانيا ولا لا؟ دي اول نقطه نتكلم عليها. ولما نخش في الموضوع اكتر هنعرف الفرق ما بين العلامات الثلاثه اللي دايما بيحيرونا H+, H+-, H-. كل علامه من دول بتدل على ايه او معناها ايه؟ ولو انا جامعتي غير معترف بيها في المانيا هعمل ايه؟ لو انا جامعتي الاعتراف بتاعها في المانيا غير محسوم، يعني مش واضح اذا كانت معترف بيها ولا مش معترف بيها، برضه هعمل ايه؟ كل ده ان شاء الله باذن الله هنناقش في حلقه النهارده. حلقه مهمه جدا، اوعى تفوتها، كمل معانا الفيديو للاخر وان شاء الله باذن الله هتستفيد اكتر حاجه. يلا بينا. ماشي يا شباب، يلا بينا ننطلق على موقع انافن. نفتح anaven.kmk.org. اول ما نفتح الموقع دوت هيجي قدامنا الصفحه ديت، وهنضغط عشان نعرف الجامعه بتاعتنا بالظبط، نضغط على institutions او institution. هيجي الصفحه اللي بعديها ديت الفو برضه دي في معلومات عن السيرش نفسه اللي في الصفحه، واهم حاجه تنفعنا طبعا الحته بتاعت H+ و H- و H+-. فال H+ بيقول لك ان المفروض الجامعه ديت معترف بيها خلاص في المانيا، ما فيهاش اي مشكله. وال H- معناها ان الجامعه دي غير معترف بيها هنا في المانيا. لكن بقى ال H+- ده مش معروف بالظبط ايه دنيته، يعني في ممكن تبقى بعض الكورسات جوه الجامعه معترف بيها وفي بعض الكورسات تانية مش معترف، عشان كده مش يقدروا يقولوا ان الجامعه كلها معترف بيها في المانيا. H+- ده معناه ان بعض الكورسات جوه الجامعه معترف بيها والبعض التاني مش معترف بيها. وهنعرف كمان شويه ايه اللي هنعمله ان شاء الله في حاله لو الجامعه بتاعتنا جامعه H+ اللي هي غير معروف الاعتراف بتاعها في المانيا. ده كله باذن الله هنشوفه دلوقتي. ماشي يا شباب، هنروح على زوخي. طبعا حبيبة الجماهير هنختارها مصر. ألبانيا ايه بس؟ مصر يا جدعان، مصر حبيبة الجماهير. وندوس هنا الليندا أوسفال بيشتيتجن. هيجي لنا بقى كل الجامعات اللي في مصر، وهي عبارة عن 774 جامعة أو 774 جامعة ومعهد وكل حاجة، يعني أي حاجة بعد الثانوية العامة موجودة هنا على الموقع بتاع أنافن. فعندنا 774 نتيجة ظهرت لنا لما بس حطينا مصر أم الدنيا. احنا بنشوف بس كل صفحة هنا 10 جامعات. طيب لو أنا عملت 100 جامعة مش يبقى أحسن؟ يبقى عندي كل دوت جامعات دلوقتي عبارة عن 5 صفحات بدل ما يبقى عندي حاجة 40 صفحة. طب أنا عايز أشوف الجامعات المعترف بيها في ألمانيا، نسورت أو نوردر الموضوع على حسب معترف بيها أو لأ. هنلاقي إن إيه، كل الجامعات اللي عليها H+ ديت نضغط هنا على ستاتوس او ستاتوس عشان بحيث ان احنا نغير الاوردر، نخلي كل الجامعات المعترف بيها تظهر لنا الاول. تبقى عندنا كل حاجه في الاول عباره عن جامعات معترف بيها. جامعه دمياط مثلا معترف بيها، تقريبا كل الجامعات الحكوميه في مصر معترف بيها. فكل الجامعات اللي قدامنا اللي عليها H+ ديت معترف بيها. لوكسور يونيفرسيتي، جامعه مطروح يونيفرسيتي، مكتوبين حتى بالعربي والانجليزي، يعني في جامعات مكتوبه بالعربي والانجليزي مرتين متكرره مرتين زي ما انتم شايفين. كاين يونيفرسيتي، جامعه القاهره، جامعه طنطا يونيفرسيتي عشان اللي بيقرا بالعربي وبيقرا بالانجليزي. وفي بعض الجامعات مكتوبه بالفرانكو، جامعه القاهره اهي برضو، فهي مكتوبه بالفرانكو وبالعربي وبالانجليزي عشان اللي مش عارف يلاقيها لازم يلاقيها. فكل الجامعات اللي قدامنا ديت معترف بيها في المانيا يا جماعه. كل اللي عليها H+ دي معناها اي ديجري جوه الجامعه معترف بيه في المانيا. اي شهاده خدتها بداخل جامعه اسوان على سبيل المثال معترف بيها في المانيا. نغير الستاتس بحيث نبدا بالجامعات تانية. بص الجامعات تقريبا اللي غير حكومية معترفها في ألمانيا غير محدد، يعني غير معروف زي ما احنا فهمنا ان H+-. بص دي كلها عبارة عن جامعات H+-. مفيش أي جامعة خالص تانية H-، حتى كلها H+-. كل الجامعات اللذيذة الحلوة دي كلها H+-. طبعا مكتوب بالفرانكو، فاللي حابب يدور لازم برضه يقرا بالفرانكو، يعني عربي متأنجلش أو إنجلش متعرب زي ما انتوا عايزين تقولوها. بس الحلو ان هو مكتوب ساعات بالعربي بالانجليزي برضو، فالسيرش معاكم هيبقى عالي. وفعلا دلوقتي بقى انا عرفت ليه انا لقيت 774 جامعه، لان هما زي ما انت قلت متكررين، واحد بالعربي واحد بالانجليزي واحد حتى مكتوب بالفرانكو، فكده بالتالي 774 جامعه موجودين. فكل الجامعات اللي عليها H+- اتفقنا ان هي غير معترف بيها في المانيا، وهنشوف دلوقتي نعمل معاها ايه. بس انا ما لقيتش بصراحه في مصر اي جامعه رسميا مش معترف بيها في المانيا. يعني لو جينا بصينا اخر H+- اهيت، بعديها H+ على طول، مفيش H-
خالص. يعني ده معناها لو انا في دولة زي مصر مفيش جامعة اسمها رسميا كده مش معترف بيها، لا، كل الجامعات في مصر يا اما معترف بيها يا اما موقفها من الاعتراف غير محدد. لو انا اخترت بلد تانية غير مصر، تعال نشوف كده، اخترت مثلا الجزائر وجيت عملت هنا في اي دولة، برضه الجزائر نفس النظام، مفيش اي جامعة غير معترف بيها رسميا، كل الجامعات يا اما معترف بيها يا اما برضه نفس النظام. طب لو عملت مثلا البانيا، تعال نشوف كده البانيا، هنا ظهرت بقى، يعني مثلا الجامعات هنا عليها اتش ماينس، شايفينها اتش ماينس اهي، رسميا اهي اتش ماينس، دي جامعات غير معترف بيها تماما من المانيا، مفيش فرصه اللي هيتخرج منها ان هو يقدم على دراسه او شغل هنا في المانيا. ايه الحل؟ ان هو يقدم على دبلومه تبع اي جامعه معترف بيها في المانيا، يخلصها في سنة ونص، ويقدر بعد الدبلومة ديت يقدم على ألمانيا. ليه؟ لأن هم هنا في ألمانيا داخل الجامعات أو داخل الشركات بيعترفوا بآخر شهادة أنت خدتها. يعني لو واحد خد بكالوريوس بعديها دبلومة، يقدر إن هو بالدبلومة بتاعته إن هو يقدم ويجي هنا ألمانيا يكمل دراسة يكمل شغل. فالحل لو أنت جامعتك غير معترف بيها خالص، أنا طبعا مش هشوف كل الدول، معرفش إن أنا ما عنديش للأسف وقت أشوف كل الدول، فأنت لو جامعتك في أي دولة عربية غير معترف بيها تماما في ألمانيا واخدة اتش ماينس، حل إنك تاخد دبلومة أو شهادة تانية من جامعة تانية في نفس بلدك معترف بيها في ألمانيا، تقدر بعديها تقدم على وظيفة أو تقدم على دراسة على حسب ما أنت عايز، وتيجي هنا وتكمل اللي أنت عايزه جوه ألمانيا. بس هي دي النظام اللي موجود. طب كده احنا عرفنا يعني ايه اتش ماينس ويعني ايه اتش بلس ماينس ويعني ايه اتش بلس. فدلوقتي لو انا حابب ان انا اروح على الجامعة بتاعتي اشوفها معترف بيها ولا لا، هعرف. اتفقنا؟ طيب لو انا عملت تشيك university admission. If you wish to study in Germany, you need a university entrance qualification. يعني لو انت هتيجي تدرس في ألمانيا، انت محتاج انك انت تكون عندك qualification لانك دراسة او لانك تلتحق بجامعة في ألمانيا، اللي هي اسمها بالألماني Hochschule zur Berufsbildung او HZB. ففي داتابيز في دات تقدر انك انت تشوف هل انت ميت كرايتيريا ولا لا، هل انا اقدر ان اقدم ولا لا. لو انا اخترت مصر واخترت مثلا جامعة من ابو اتش بلس وماينس، تعال نجرب مع بعض، واخترت ان انا اتليست 4 سنين في جامعة بكالوريوس، فقال لي النتيجة ان your possibility of admission with your educational background انت تقدر انك تقدم مباشرة على academic studies in any subject area. ده معناه ان واخد H plus او H plus او minus يقدر ان هو يقدم هنا في ألمانيا. طيب ال H plus يقدر يقدم على طول. طب ال H plus minus هيعمل ايه؟ قال لك هيروح على قلب الداتابيز اللي احنا كنا فيها من شوية، هي دي، ويدور على الجامعة بتاعته. في حالة لو هي H plus minus هيبقى محتاج ان هو يعمل حاجة اسمها statement of comparability او اسمها معادلة الهاير education بتاعك. ايه تعريف هي بقى statement of comparability؟ statement دي official document، مستند رسمي طالع من حاجة اسمها Centrale Stelle für ausländische Bildungswesen، وده اختصار ال ZAB، اللي هي بتقدر تشوف الهاير education اللي انت درسته هنا في مصر معترف بيه في ألمانيا ويكافئ الألماني ولا لا. والinformation included ايه بقى المعلومات اللي موجودة جوه الاعتراف دوت؟ المعلومات اللي موجودة هي statement بتحدد بالظبط هل هي مكافأة للجيرمان كواليفيكيشن ولا لا، وبيدوك معلومات عن اذا كنت انت عندك الاوبشن او الامكانية انك تكمل دراستك او انك انت تيجي هنا تشتغل. احنا عرفنا دلوقتي لو انا اتش بلس او ماينس عايز اعرف اعمل ازاي المعادلة اللي هي هتعملوها على موقع اسمه KMK ZAB Statement of Comparability. هنروح بقى على الموقع التاني Application How to Apply، هتضغط على هنا على ازاي ان انا اقدم بقى على قصة الاعتراف دي. اول حاجة before you apply، قبل ما تقدم تشيك الاول، تشوف وتحقق اذا كنت انت تعرف تقدم على الديجري بتاعتك دي ولا لا. يعني تشيك the statement of comparability. تعال نشوف التشيك ديت مكتوب فيها ايه. تعال نشوف لو انا عايز اشوف مصر الدنيا، لو انا عايز اجيب التشيك ليست بالدوكيومنتس او بالبيبرز ان انا اعمله، مكتوب هنا في الموقع ده. اول ما دوست على ايجيبتن وحطيت ايجيبتن جاب لي PDF بكل الملفات بكل الورق اللي مطلوب ان هو تقدم بيه الاعتراف بألمانيا. منه ايه؟ اول حاجه فورمولا هتملاها، والابشلوس اركوندا اللي هي السيرتيفيكات بتاعت انك تتخرج من الجامعه من فين اوريجينال شبراخ بالعربي، وشهاده الدرجات، وفيها كمان اللايستنجز اللي هي اللي انت حققتها اثناء الدراسه، كام كريدت بوينتس حققتها، وطبعا الاسفايس دوكيومنت يعني الباسبور بتاعك
ولو انت بتقدم الموضوع دوت انك انت تتقبل في شغل في المانيا، تقدم العقد بتاعه هنا في المانيا. بس هو ده الورق المطلوب منك في الصفحه ديت، برضه هسيب لكم منها رابط في الديسكربشن. يبقى انت عارف كده التشيك ليست عشان تعمل اعتراف بالمؤهلات او الشهاده بتاعتك في المانيا. لو انت عندك ديجري في الميديسن، حاجه تبع الطب، طب بشري، طب اسنان، طب اي طب نفسي، طب علاج طبيعي، اي حاجه، اللي هي الستيتمنت اوف كومباتيبيليتي هي ما تعتبرش هي كفايه انك هي تعادل الشهاده بتاعتك هنا في المانيا. لازم تيجي وتعمل حاجه اسمها معادله لشهاده الطب بتاعك، وتقدم على مزاوله المهنه هنا في المانيا، وتتدرب هنا في المانيا قبل ما تبدا الشغل بتاعك في تبع التخصص اللي انت هتتدرب عليه، سواء طب بشري، طب اسنان، اي تخصص محتاج انك انت تعمل المعادله بتاعته والتدريب بتاعه وتمتحن امتحان مزاوله المهنه. يبقى احنا عرفنا ان الاعتراف بالمؤهلات ملوش علاقه بالطب، وانا ان شاء الله هبقى عامل حلقه مع طبيب هنا في المانيا يوضح لنا الموضوع ده اكتر واكتر. الموضوع انا عارف محير شويه بس قشطه يعني، كده احنا عرفنا بالظبط الأوراق المطلوبة. طيب تعالى نرجع تاني نكمل. طيب how to apply بقى، ايه الخطوات اللي انت هتقدم فيها على الاعتراف دوت بالشهادات؟ أول حاجة تجمع الدوكيومنت اللي احنا لسه قايلين عليها، تعمل ريجستريشن، تسجل في الابلكيشن اونلاين عن طريق الابلكيشن فورم ديت. موقع هنا مكتوب اهوت application form، خلينا نفتحه حتى نشوفه. مكتوب اهوت في reason for application، employment، visa، continue education، تكمل دراستك. لو انت هتكمل دراستك فانت تشوف ايه بالظبط الموضوع وتكمل هنا، تملى كل البيانات بتاعتك هنا. لو عايزين منه فيديو منفصل او اوريكم ازاي تعملوها قولوا لي برضه اعملها لكم. تملى الابلكيشن اللي احنا شفناها ديت، وبعد كده توقع عليها وتبعتها. سبميت بقى الابلكيشن باي بوست من البريد على العنوان بتاع الZAB اللي هو مكتوب اهوت الادرسه السنترال شتله في الاوسلاندش ميلنفيزن، وعنوانهم موجود اهوت في مدينه بون. لو انت هتقدم بالريجولار ميل اللي هو الدوتش بوست الطبيعي، لكن لو انت هتقدم بكورير سيرفيس زي DHL او مثلا UPS او اي نوع تاني شركه بريد، فيدكس مثلا، يبقى انت محتاج انك انت تدخل العنوان دوت في ليهم رقم تليفون بحيث تسال برضه لو في عندك حوار، وفي ليهم ايميلات برضه كونتاكت لو انت عندك اي اسئله. خلاص انت يا سيدي جمعت الدوكيومنتس، سجلت خلاص، وبعد كده انت دلوقتي بتسبمت الابلكيشن بتاعك بالبوست يعني بالبريد. ايه بقى اللي تعمله افتر ابلاي؟ لما هم يستلموا الابلكيشن بالبريد هيبعتوا لك ايميل ان انت تبعت لهم الفلوس. تعال نشوف الفلوس، عايزين نعرف الفلوس ايه نظامها. اول ابلكيشن هتكلفك 200 يورو، يعني اول ابلكيشن بتقدمها 200 يورو عشان يتم الاعتراف هنا في المانيا. يعني لازم تدفع لهم 200 يورو، ده ثمن اول ابلكيشن. لو اي اديشنال ابلكيشن عايز تعملها تدفع 100 يورو، يعني اول مره 200 يورو، بعد كده لو اي حاجه اضافيه عايز تعمل لها اعتراف يبقى 100 يورو. تمام. بعد كده هيبعتوا لك ان هم خلاص الفلوس جات لهم، كونفirmation الفلوس جات لهم، يبقى بعد كده هيشوفوا الدوكيومنتس بتاعتك ويراجعوها. الوقت الفعلي اللي هم هيشوفوا فيه الورق بتاعك ويعالجوه هو 3 شهور، بيبداوا اول لما يستلموا منك الفلوس، وبعد كده هم يتواصلوا معاك بالايميل عشان يبينوا لك ان هم خلصوا الابلكيشن ويبعتوا لك كونفirmation ان خلاص الشهاده بتاعتك دي معترف بيها في المانيا. تقدر بقى تقدم عليها سواء بفيزا، تقدر تقدم عليها مثلا في تكمل دراسه، انك انت تقدم على شغل او وظيفه في المانيا، يبقى خلاص الشهاده بتاعتك دي معترف بيها. تعالى نكون متفقين كده ان الجامعات الحكوميه معترف بيها في المانيا، الجامعات الخاصه في مصر الاعتراف في المانيا غير محسوم او غير معروف او غير مؤكد، فمحتاج انك انت تعمل فيها حاجه اسمها اعتراف الZAB اللي احنا لسه قايلين عليه دلوقتي دوت، عشان تقدر انك تيجي هنا وتكمل دراسه او تكمل شغل في المانيا. نعيد تاني الموضوع بالنسبه للتخصص الطب، موضوع مختلف تماما ملوش علاقه بالاعتراف ده، لان ليهم اصلا فيزا خاصه اسمها معادله المؤهلات، ودي بيجوا هنا عشان يذاكروا ويمتحنوا امتحان مزاوله المهنه في الاخر، فما تربطوش دي حاجه تانيه. فكده احنا عرفنا خطوات انك ازاي تعمل اعتراف بشهادتك جوه المانيا. طول ما شهادتك او جامعتك H+- تقدر تعمل الاعتراف ده. هتقدر تكمل دراستك هنا في المانيا. احنا كده فهمنا معلومات كتير قوي النهارده، اعتقد يعني كل المعلومات كده اتغطت في فيديو النهارده، ان انت خلاص عرفت الفرق ما بين الثلاثه، والH+- اللي محيره الدنيا كلها ومحيراني انا شخصيا. دلوقتي عرفنا هنعمل فيها ايه. لو انا لقيت جامعتي H+- كده هعرف ان انا اروح اقدم على اعتراف بالمؤهل بتاعي واجي هنا المانيا، مفيش مشكله. حتى لو الجامعه بتاعتي خاصه او معهد حتى في مصر، ممكن واحد يعمل بيه اعتراف ويجي هنا المانيا يكمل بيه
عادي مفيش مشكله. بس يا سيدي اتمنى يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم وانبسطتوا منه واستفدتوا كتير. اشوفكم ان شاء الله على خير يا شباب في حلقات جايه. ولو حد عنده اسئله يكتبها لي في الكومنتات، الموضوع كله ممكن نتناقش فيه في الكومنتات ونرد على بعض ونقلبها حتى مناقشه جماعيه كله مع بعض نتناقش فيها. اللي مش مفهوم يتفهم باذن الله. لو انت وصلت معايا للنقطه ديت ما تنساش انك تدعمني باللايك والشير والسبسكرايب، فعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد يا معلم. اشوفكم ان شاء الله على خير يا شباب في حلقات جايه. سلام.